الكلاب لم تخلق لتعيش وسط البشر، الكلاب خلقت لتعيش مع الثعالب والذئاب بعيدا عن البشر. الجملة دي منتشرة كخرافة شعبية، لكن هي مش مبنية على أي علم، هي مبنية على خلط كارثي ما بين أنواع مختلفة ومسارات تطور مختلفة. والسؤال هنا مش هل الكلب يقدر يعيش بعيدا عن البشر، ولكن هل ده النوع اللي تطور عشان يعيش بعيد عنهم؟ من أكتر من 15 ألف سنة ما كانش فيه كلاب، كان فيه ذئاب، والإنسان بدأ يعيش في تجمعات مستقرة، نار، بقايا أكل وحماية. بعض الذئاب مش الأقوى ولا الأشرس، لكن الأهدى والأقل خوفا من البشر قربت منهم، ما اتخانقتش معاهم، عاشت جنبهم وتغذت على بقايا أكلهم. الأفراد اللي جيناتها سمحت لها ما تخافش من وجود الإنسان وعرفت تتعايش معاه عاشت أطول وخلفت أكتر، ومع كل جيل القاعدة بقت واضحة، اللي يعرف يعيش حوالين البشر يكسب. والمسار ده ما كانش قابل للرجوع، يعني اللي خرج من الغابة ده ما بقاش ذئب مستأنس، بقى نوع جديد تماما. والتغيير ده اتحفر في الدي ان ايه بتاع الكلب. الجهاز الهضمي للكلب أعيد تصميمه علشان يكون قابل لهضم النشا اللي في أكل البني آدم. تغير فسيولوجي واضح بيتورث جيل بعد جيل، ولحد النهاردة الذئاب بتاكل اللحوم، بس الكلاب بتاكل كل اللي على سفرة البشر تقريبا. والمخ نفسه اتعمل له إعادة برمجة. الوقت اللي الذئب بيعتمد على نفسه في حل أي مشكلة، الكلب لما بيحتار ما بيعافرش كتير، فورا يبص للإنسان ويطلب المساعدة. ده فرق إدراكي الكلب بيتولد بيه، مش تدريب، ودي غريزة الاعتماد على الشريك البشري. والأهم، الكلب ما ارتبطش بالإنسان علشان الأكل بس، الجهاز العصبي عند الكلب نفسه اتغير مع التطور ده. وجود الإنسان بقى يمثل للكلب حاجة بتتسمى في العلم قاعدة الأمان، يعني وجودك بيظبط كيمياء مخه وبيقلل هرمونات الخوف عنده، ودي مش مجرد حنية، دي برمجة عصبية بتقوله إن أمانه مرتبط بيك. فلما تقول إن الكلاب مكانها الغابة، فأنت ما بتتكلمش على كلب البيت ولا على كلاب الشوارع، ممكن تكون بتتكلم على السلف الذئبي المنقرض أصلا، يا إما عن حيوان تاني خالص زي الكلب الأفريقي البري اللي ممكن نتكلم عليه في فيديوهات تانية بعد كده، واللي ليه قصة مختلفة ومسارات تطورية مختلفة تماما. فخليك دايما فاكر إن الكلب مش ذئب تاه من الغابة، الكلب كائن إحنا جزء من تكوينه البيولوجي.